السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي اصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. طبعا بما ان رمضان حل علينا وفوانيسه نورت، هنعمل النهارده ان شاء الله معاكم حاجة جديدة. عصاير رمضان اللي مفيش بيت في مصر ما بيشربش منها يوميا، سواء بقى بنعملها في البيت او بنجيبها جاهزة من بره. النهارده قررت ان انا اعمل العصاير دي بايدي بالكميات زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا النهارده هنعمل العصاير ديت، عصاير رمضان، اللي هي عباره عن التمر، السوبيا، الخشاف، كركديه، قمر الدين. بالنسبه للتمر، طبعا انا استخدمت التمر اللي هو البودر، اللي هو السايب دوت. ده بتجيبوه من عند اي عطار، بس العطار تبقوا واثقين منه عشان يبقى البضاعه بتاعته نضيفه كويسه. وبالنسبه للصوبيا، انا طبعا انضف يعتبر انواع الصوبيا في السوق عندنا، اللي هي صوبيا عمان. صوبيا عمان دي يعتبر من بقالها فترة موجودة في السوق في مصر، فدي نضيفة جدا. الخشاف، طبعا الخشاف دوت احنا جايبينه سايب من تجار احنا عارفينهم واثقين فيهم وبنتعامل معاهم بقالنا سنين. فالحاجات دي كلها، سواء البلح او التين او القراصية او المشمش، الحاجات دي نضيفة جدا، كويسة جدا، مفروزة حلو. عندنا الكركديه احسن كركديه الاسواني. طبعا بيبقى انضف نوع كركديه موجود. اسوان طبعا حبايبنا بيعملوا احسن حاجه في كل حاجه في الدنيا. عندنا القمر الدين، والمعروف في مصر ان من انضف الشركات اللي بتعمل قمر الدين هي شركه الاحلام. شركه الاحلام دي من زمان برضو موجوده في مصر، من انضف الشركات اللي بتعمل قمر الدين. عشان ما اطولش عليكم، تعالى اقول لكم انا عملت الوصفات دي ازاي. طبعا في حاجات منها وصفاتها اللي انا عملتها طرق تقليديه عاديه جدا، وفي منها حاجات زي السوبيا وزي الكركديه عملت فيهم تركايه صغيره كده اهوت، حاجه جديده، بحيث ان هي تسهل علينا ان احنا نعمل العصاير دي وما تبقاش تعب علينا. وطبعا زي ما انتم شايفين، انت بمعلقتين ثلاثه بتعمل الكميات اللي انتوا عايزينها كلها. وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. ما تنسوش اهم حاجه صلوا على النبي. يلا بينا ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم بالصوبيا. وهنبدأ ان احنا نعملها، ننزل السكر وبعد كده هنضيف عليها اللبن، كله بالكميات اللي احنا عايزينها على حسب الرغبة. كده هنضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. بعد كده هنبدأ ننزل عليها الصوبيا برضو بالكميات اللي احنا عايزينها. بالاضافة بقى ننزل كريم جانتيه اللي هو دريم، هيديها طعم حلو جدا وهيديها تقل حلو جدا. جربوها زودوها ان شاء الله هتعجبكم. بالنسبة للتمر بقى، هنجيب معلقتين من التمر، دي الطريقة اللي هي التقليدية العادية، ونزود عليها السكر. بعد كده هنزود عليها المية. عايزين برضو نزود تلج اوكي، ولو هنشرب لو هنخليها قبل الفطار بشويه، بعد كده نحطها في التلاجة. هنقلب تقليب حلو لحد ما البودره بتاعت التمر تدوب. يبقى كده احنا عملنا التمر اللي هو البودر. بالنسبه للكركديه اللي هو الاسواني، التركايه بقى اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا هنعملها، هنجيب الكركديه وهنحطه في الكبه وهنطحنه طحن حلو جدا لحد لما يبقى بودر ناعم قوي بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. شايفين ناعم ازاي؟ بودر خالص. ده يبقى سهل قوي ان انت لما تيجي نحط عليه الميه والسكر ونقلب هيدوب معانا على طول. هنحط بقى الكميه اللي احنا عايزينها ونحط عليها السكر ونضيف بعد كده الميه ونقلبه تقلبتين حلوين ونسيبه لحد لما يدوب خالص. وبعد كده نبدا ان احنا نصفيه بالمصر. هنلاقي ان هو بقى ما فيهوش اي حاجه. شايفين كده بعد ما داب كله. زودت له السكر عشان على حسب طبعا ما بتعوز السكر. وبالمصفى هنصفيه نحطه في الشفشق بتاعه. وادي التفل اللي متبقي منه او البواقي بتاعه العشب نفسه. بالنسبه للقمر الدين بقى، هنجيب لفه القمر الدين ونقطعها حتت، بعد كده نحطها في الشفشق وننزل عليها ميه سخنه ونديها تقليبه صغيره ونسيبها لمدة حوالي ساعة ساعتين. بعد كده هتلاقيها دابت لوحدها زي ما انتم شايفين كده، من غير بقى لا نغلي ولا نضربها في الخلاط ولا أي حاجة. نزود السكر